تشكيل الأهلي الأفضل لمواجهة بيراميدز في مباراة الموسم، مباراة حسم اللقب، وإزاي الأهلي يكسب بيراميدز. وعلشان الأهلي يكسب مباراة الموسم لازم تبقى عارف طريقة لعب بيراميدز، وإن بيراميدز في المباراة دي عكس المباراة اللي فاتت هينزل بشكل مغامر جدا، هينزل عنده قوة اندفاع هجومية، هينزل كمحارب، ما ينفعش يخسر المباراة تحت أي بند، تحت أي ظروف لازم يكسب. فده هيتسبب عند بيراميدز نوع من الاندفاع الهجومي، وده هيكشف دفاع بيراميدز جدا، اللي اصلا بالمناسبه حتى لو بيدافع بيراميدز مش قوي دفاعيا. علشان كده الاهلي ان شاء الله لازم يستغل اندفاع بيراميدز من البدايه ويقدر يسجل اهداف، وعلشان كده حطينا التشكيل الانسب للاهلي في المباراه دي. والبدايه من حراسه المرمى، ولو جيت تقيم مستوى الحارسين عندك بعيد عن الاسماء، كمستوى، كاداء، كتركيز، كيقظه، كقراءه للهجمه ومسار اللعب عايش الماتش، هتلاقي ان مصطفى شوبير ذهنيا حاضر الفترة الحالية اعلى من كابتن محمد الشناوي. مصطفى شوبير قادر ان هو يقرأ مسار اللعب، وقادر ان هو يركز طوال ال90 دقيقة، ما بيخرجش بره المباراة. علشان كده بيكون رد فعله قوي وسريع وعالي جدا، وبيقدر ان هو يشيل كرات صعبة جدا، عكس محمد الشناوي في الفترة الحالية مش في افضل اداء. اذا بالنسبة ليا في مركز حراسة المرمى مصطفى شوبير هو حارس مرمى الاهلي قدام بيراميدز. نيجي في الخط الدفاع، ولو جيت تقيم مستوى الباكات عندك وتشوف محمد هاني او خالد عبد الفتاح او عمر كمال، هتلاقي ان عمر كمال الاكثر تأثيرا هجوميا، الاكثر تأثيرا يقدر يلعب ويسجل ويقدر يصنع، وده بيحصل في كل مباراة بيشارك فيها عمر في مركز الباك اليمين. اذا عمر كمال باك يمين، هتقول ان عمر كمال دفاعيا مش قوي، هقول لك ان فريق بيراميدز يعتبر بيلعب من غير جناح شمال، ما عندوش قوة في ناحية الشمال، كل قوة فريق بيراميدز في الناحية اليمين لبيراميدز، الشمال للاهلي. اذا العب بعمر كمال وانت مطمن، وخلي ممكن اللي هيلعب في نص الملعب سواء اكرم او مروان او حتى ديانج يميل على عمر كمال، يقدر ان هو يغطيه في بعض الاوقات. في قلبين الدفاع لو قيمت مستوى رامي ربيعة، هتلاقي رامي ربيعة بدنيا مش في افضل حال بسبب كثرة المشاركة، حتى اخطائه هتلاقي رامي ربيعة عنده اخطاء كتير جدا، فمش في افضل مستوى. وكولر لعب بيه المباريات اللي فاتت وما ريحوش في مباراة الالومنيوم. اذا ياسر ابراهيم في المباريات اللي شبه كده، المباريات البطولية، بيقدر يصنع الفارق، بيقدر يكون مؤثر، وبيقدر يرجع لمستواه من المباريات الكبيرة اللي فيها نوع من انواع الحرب، او نوع من انواع ان الفريق اللي قدامك بيتحداك وفيه تحديات، فبيقدر ياسر ابراهيم يرجع ويقدر ان هو يكون من نجوم المباراة. كالعادة محمد عبد المنعم وكريم فؤاد باك شمال، ومحمد عبد المنعم جنب ياسر ابراهيم في نص الملعب. بشوف ان اكرم توفيق الافضل في مركز رقم 6 في ظل سوء مستوى مروان عطية. اكرم توفيق بيقدر يعمل البلوك من بدري، اكرم توفيق بيقدر يلعب بفدائية، والمباراة دي زي ما قلت مباراة تحديات. اكرم توفيق يقدر ان هو يطلع بالكورة كمان في مركز رقم 6، علشان كده بشوف اكرم هو الافضل. في مركز رقم 8 ناحية اليمين بشوف ان ديانج لازم يكون موجود، ديانج يقدر يصنع الفرق، ديانج يقدر يسحب الفريق من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية لو في مساحة في نص الملعب، وده هيكون متوفر بسبب طريقة لعب بيراميدز. اذا هتلاقي ان ديانج يقدر يروح في المساحة، ودي حاجة مميزة جدا في ديانج، طول ما في مساحة قدامه، طول ما هو بياخد الكرة وبيروح وبيقدر يسلمها بشكل كويس، وده حصل كتير جدا من ديانج. كمان ديانج بيقدر يتوقع الكرة بشكل صحيح، وبيلعب على توقع الكرة قبل جسم اللاعب، فدايما بتلاقيه بيعمل بلوك، ودايما بتلاقيه بياخد الكرة بشكل مميز. جنبه امام عاشور، وطبعا امام عاشور ان شاء الله يكون قادر على التسجيل في المباراة دي، من التسديد من خارج منطقة الجزاء هيفرق معانا بشكل كبير جدا. كمان في الجناح اليمين حسين الشحات، لو جيت تبص هتلاقيه هو الجناح الافضل بالنسبة ليك، الجناح المميز، سواء لعب جناح شمال او جناح يمين، انت عندك مفتاح لعب واحد فقط لا غير حاليا هو حسين الشحات، وهو قادر على صناعة الفارق. اذا لازم تستغل قدرات حسين الشحات، وتشوف نقطة ضعف بيراميدز فين في الأجنحة عنده أو في الباكات عنده. هتلاقي إن نقطة ضعف بيراميدز موجودة في محمد حمدي، في المساحة اللي خلف محمد حمدي، نظرا لتقدم محمد حمدي للأمام ولعبه كجناح في بعض الأوقات في طريقة لعب بيراميدز، أو إن أو الجناح عند بيراميدز ما بينزلش يغطي مع محمد حمدي. إذا حسين الشحات استغله في مركز الجناح اليمين قدام عمر كمال، خليه مفتاح لعبك مع عمر كمال عبد الواحد، هيصنع الفارق، هيكون مميز جدا، وهيقدر يصنع هدف واتنين ان شاء الله.
وده حصل في المباراة الأولى. هيكون عندك الجبهة اليمين هي مفتاح لعبك، وخلي الجبهة الشمال زي ما انت خليتها قبل كده تكون مقفولة على فريق بيراميدز بكريم فؤاد، بوجود محمد طاهر في مركز الجناح الشمال. يقدر طاهر يصنع الفارق في الحالة الدفاعية، وده المطلوب. لازم تستغل قدرات طاهر البدنية. مباراة فيها تحديات وفيها عامل بدني كبير جدا. طاهر قدام كريم فؤاد نقطة قوة فريق بيراميدز محمد الشيبي مع كمان مصطفى فتحي، فانت تقدر تقفل المكان ده بوجود طاهر قدام كريم فؤاد. وكالعادة راس الحربة وسام ابو علي. لازم تبقى عارف ان انت مفتاح لعبك حسين الشحات، استغل قدراته والعب على نقطة ضعف فريق بيراميدز بحسين الشحات، تقدر تكسب المباراة دي. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اتمنى من كل واحد بيشوف الفيديو ده، لو لسه اول مرة بيشوف قناتي، تشترك في القناة وفعل الجرس، سيب لايك كومنت الفيديو وادعمنا، وان شاء الله يوصلك كل جديد.